فدي المفاجاه اللي احنا عاملينها للاستاذ حجازي. هو بره مصر يرجع بالسلامه، اتفق معانا وبعت لنا كل الفلوس وبعت لنا كل المقاسات من غير ما يشوف اي حاجه. واحنا دلوقتي عاملين الفيديو ده مخصوص عشان يشوف مطبخه بعد ما ركب. خامات المطبخ زي ما قلت في الاول من اتش بي ال فيرست وود. وادي عينه من الضرفه بتاعه المطبخ نقدر نبص عليها من جوه. دي جوده الكونتر بتاعنا، دي جوده كونتر الضرف الفيرست وود اللي احنا بنشتغل بيه، مفهوش فراغات خالص. نيجي نبص على جسم المطبخ نفسه، تعالى كده بص كده معايا، ده الكونتر اللي احنا شغالين بيه مفهوش اي فراغات. زي ما المواصفات انطلبت هو اللي موجود، اللي انطلب هو بالظبط، يعني تيبيكال، مفيش اي تغيير ولا اختلاف. شغل بدقة عالية، نظافة في الشغل، جودة. الميعاد جو في الميعاد مظبوط. اللي انطلب كله بالظبط، وسرعة في الشغل، وجودة ونظافة. الله يبارك له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عامل ايه؟ النهارده سلمنا مطبخ جديد في المنصوره، يعتبر في المنصوره الجديده مش في المنصوره، يعني قرب جمصه كده بشويه. المطبخ ده من خامه الاتش بي ال فيرست وود بره وجوه كله، بس في مفاجاه هقولها لكم في الاخر، خليكم معايا. المطبخ ده طبعا احنا ما جيناش رفعنا مقاساته، الباشمهندس حجازي صاحب المطبخ هو اللي رفع لنا المقاسات وهو ادانا الديزاين بتاع المطبخ، واحنا نفذنا له المطبخ بالحرف الواحد زي ما هو كان عاوز. عملنا هنا الضرفتين الازاز في وش المطبخ اللي بعرض 50، واللي تحت الادراج برده بعرض 50. حتى تقسيمه الادراج هو مقسمها زي ما هو عايز، درجين صغيرين ودرجين كبار زي ما احنا شايفين كده. كل الادراج عندي سوفت كلوز حتى الصغيرين اهو، تمام. وعندي هنا ضرفتين الازاز الفاميه برده سوفت كلوز، تمام. احسن حاجه في المطبخ دوت ان البوتاجاز بتاعه جه 60 سم في المنطقه دي، فبالتالي اداني حريه في الحركه شمال ويمين في المطبخ، انا عمال اتحرك براحتي. عندنا هنا بوتاجاز 60، عندنا هنا غساله 60، عندنا هنا ثلاجه هتتحط في المنطقه ديت. جنبي هنا الحوض، عملنا هنا ترولي الزيت الخشب اللي احنا بنعمله باستمرار. وهنا منطقه الحوض برف من تحت طبعا زي ما انتم شايفين. والمنطقه دي في الكورنر الكبير قدرنا زي ما الباشمهندس كان راسم بالظبط احنا نفذنا. احنا يعتبر النهارده مش احنا اللي مصممين المطبخ ده، احنا يعتبر النهارده احنا اللي منفذين فقط لا غير. عندنا المطبقيه برضو معموله تاتش بظرف ازاز زي ما احنا شايفين، وعندي هنا رفين تخزين بالمساحه دي كلها. طبعا احنا خامات المطبخ زي ما قلت في الاول من اتش بي ال فيرست وود. وادي عينه من الضرفه بتاعه المطبخ نقدر نبص عليها من جوه. دي جوده الكونتر بتاعنا، دي جوده كونتر الضرف الفيرست وود اللي احنا بنشتغل بيه، مفهوش فراغات خالص. نيجي نبص على جسم المطبخ نفسه، تعالى كده بص كده معايا، ده الكونتر اللي احنا شغالين بيه مفهوش اي فراغات. هنا عندنا بقى المفاجأة الكبرى في المطبخ ده، ان الدرف دي احنا عاملينها كلها من اتش بي ال، بس الدرف الابيض مش فيرست وود، الدرف الابيض دي معانا جود وود. تعالى كده بس هو الاستيكر زي ما احنا شايفين مرهق شوية، ده الاستيكر بتاع جود وود بيبقى موجود في المنطقة دي كده، مكتوب هنا المفروض جود وود هاي بلاي. ده الباركود بتاع جود وود لو كان شغال، يعني لو كان كامل كان كشفت عليه يطلع لك شركة جود وود مباشرة. فدي المفاجأة اللي احنا عاملينها للأستاذ حجازي. هو بره مصر يرجع بالسلامة، اتفق معانا وبعت لنا كل الفلوس وبعت لنا كل المقاسات من غير ما يشوف أي حاجة. واحنا دلوقتي عاملين الفيديو ده مخصوص عشان يشوف مطبخه بعد ما ركب. عندي زي ما قلت هنا من شوية دي منطقة البوتاجاز، دي منطقة فوق البوتاجاز، هنا يركب الشفاط، هنا دي تخزين المساحه الكبيره دي كلها مساحه 89 سم. هو الباشمهندس حجازي ما شاء الله بعت لنا المقاسات بالسنتي، واحنا بفضل الله عملنا له الشغل بالمقاسات اللي هو طالبها بالسنتي. معانا بقى الاستاذ محمد يقول لنا بقى، هو مندوب عن الباشمهندس حجازي، يقول لنا بقى ايه رايه في المطبخ. والله الشغل بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما المواصفات انطلبت هو اللي موجود، اللي انطلب هو بالظبط، يعني تيبيكال، مفيش اي تغيير ولا اختلاف. شغل بدقة عالية، نظافة في الشغل، جودة. الميعاد جو في الميعاد مظبوط. اللي انطلب كله بالظبط، وسرعة في الشغل، وجودة ونظافة. الله يبارك له. احنا متشكرين جدا يا استاذ محمد حبيبي. الله يسلمك.